أقول لك يا يحيى جميل، أنت كل يوم تعمل بهذا الجهد الكبير، هل يعني أنك تريد أن تصبح الأغنى؟ ابنتي ستقدم لامتحان الجامعة، أليس من الواجب ادخار المزيد لا للمصاريف؟ أريد أن أقول، ولكن بحالتك هذه ما زلت تصر على إرسالها لأفضل مدرسة بمقاطعة الشرق. بالضبط، المدرسة الدولية لمقاطعة الشرق. قامت العائلات الأربعة الكبرى بالمقاطعة بالتعاون لإنشائها. أنا أقول إنك عامل بناء بسيط. أتظن حقا إن ابنتك تستطيع الاندماج مع هؤلاء الإثرياء؟ حقا إنه يحلم. أخلوا المكان. يا أستاذي، مرت سنين كثيرة وأخيرا وجدتك. تلميذتي، لقد اعتزلت منذ زمن أمور المعبد، لم أعد أتدخل فيها. لكن الوضع الآن مختلف. لصوص اليابان اخترقوا حدودنا أولا، والآن هناك أدلة أنهم سيستغلون الليلة احتفالات العائلات الأربع لتنفيذ مخططهم، ويحاولون تقويض أسس تجارتنا العظيمة. أرجوك عد إلينا لتقود معبد الشمس وتقمع الأعداء. أيها الرئيس، نرجو عودتك للقضاء على الفوضى. لقد سئمت من أيام العنف والقتال منذ أن توفيت وفاء بسبب المرض. أريد فقط أن أكون مع ابنتي تسنيم لنعيش سويا بسلام. لكن يا أستاذي، أقوى عصابة يابانية سيف الشيطان وزعيمها الغول يفعل ما يريد الآن، ونحن جميعا لسنا ندا له. هزيمته الوحيدة كانت قبل 12 سنة على يديك. الآن فقط بقدومك يمكنك إيقافه. حسنا يا سمر، بوجودك في المعبد أنا مطمئن. أما لصوص اليابان أعتقد سيحل أحدهم أمرهم. إذن يا أستاذي، اعذرني. هاجموا. تلميذتي، عودي، أنا أيضا علي العودة لإعداد الطعام لتسنيم. لن ألعب معكم. ما الأخبار؟ غير جيدة. الغول وصل إلى مقاطعة الجنوب، قوته لا تقهر. ونحن على الحدود. خسرنا المعركة. معركتنا التجارية هذه لا يمكن أن نخسرها. لكن زوجة الرئيس توفيت قبل 12 سنة فاعتزل هو. لربما قوته تضاءلت كثيرا. قوة أستاذنا لم تضعف، بل أصبحت أقوى بكثير. الوحيدة التي يمكنها إقناعه هي شخص واحد. اركبوا إلى مدرسة مقاطعة الشرق. تسنيم جميل، لديك جرأة كبيرة. لماذا في الامتحان لم تعطني الإجابات؟ هذه ثمرة تعبي، لن أعطيها لكم. يا حقيرة، يبدو أنك تريدين الضرب. أن نطلب منك الإجابة هذا شرف لك. أتعلمين أن هذه المدرسة ملك للعائلات الأربع؟ وابنة عامل بسيط أن تدخل هنا فهو شرف لعائلتك. صحيح تسنيم جميل، أخبرك لم تأتي إلى هنا للدراسة، بل لتكوني خادمة. أفهمتِ؟ أرجوكم دعوني أذهب. والدي ينتظرني أعود للمنزل نأكل معا. إن لم أعد إلى البيت سيقلق علي. سيقلق؟ سأجعله يقلق أكثر. حسنا، ماذا لو شاهدك والدك وأنت عارية وملقاة في الشارع؟ هل سيبكي؟ أو لنقل سيكون أكثر حماسة؟ تعالي، دعيني أرى كم أنت وقحة. لا. توقف.
ارفعوا أيديكم. من أنت؟ كيف لك التدخل؟ يمكنني تدميرك أتعلمين؟ أطفال صغار لا يتعلمون الخير بل يتعلمون التنمر. من أعطاكم الجرأة؟ حسنا يا تسنيم، جلبت المساعدة؟ سنحاسبك لاحقا. تسنيم، اليوم نبدأ عداوة لن ننتهي هنا، لنرى هل سيكون لديك حماية دائمة. لنذهب. هل أنت بخير؟ شكرا لك أيتها الأخت. تسنيم، كيف لم تعد حتى الآن؟ الطعام أصبح بارداً. ألو؟ أبي، هل يمكنك المجيء إلى المدرسة لتأخذني؟ تسنيم؟ ماذا حدث؟ هذا الهاتف لمن؟ هاتفي عن غير قصد كسر عن طريق زميل في المدرسة. هل يمكنك المجيء إلى المدرسة لتأخذني؟ حسناً، سآتي الآن. شكرا لك أيتها الأخت. بدرجة كاملة، مستواك ممتاز. بذلت جهدا كبيرا. الواقي الشمسي، قفازاتي تم إتلافه. لماذا اشتريت هذا؟ اشتريت هذا لأبي، إنه يعمل في موقع البناء ويتعرض للشمس والرياح ويده مليئة بالجروح. لا أريده أن يتعب. أبوك لديه ابنة رائعة تجعله فخورا كل يوم. خطك جميل. هل يمكنك أن تعطي أختك الكبيرة واحدة تذكارا؟ بالطبع يمكنك. عندي بعض الأمور سأذهب أولا لإنهائها. احمي نفسك جيدا. هل فهمتِ؟ ابحثي عن هوية هذه الفتاة وأيضا المتنمرين عليها. حسناً. تسنيم، هذا كيف حدث؟ هذا كيف حدث هذا لك؟ بسرعة، حاصروهم. مجموعة حثالة فليموتوا جميعاً. هل هم من ضربوك هكذا؟ يا أبا تسنيم، لا تتصرف بتهور. وحيدة سالم وزهرة تميم أهاليهما في الطريق. انتظروا حتى يصلوا. ابنتي تعرضت للضرب هكذا. اليوم لا يهمني من يكونون، يجب أن يقدموا تفسيرا. لنتحدث بالخارج. تسنيم، لا تخافي، أبوك سوف يأخذ لك حقك. أبا تسنيم، غضبك مفهوم، ولكن لا يجب متابعة الأمر. لماذا؟ وحيدة سالم وزهرة تميم من الأربع العائلات الكبرى. حتى هذه المدرسة هم من يقومون بتمويلها. لن نقول إنك مجرد عامل بسيط تعمل بجد. هل لديك القدرة على أن تأخذ حق ابنتك؟ إذا أغضبت هاتين العائلتين فابنتك حتى لن تتمكن من مواصلة الدراسة. إذن يا أستاذة حنان، ابنتي يجب أن تعيش في تنمر؟ تسنيم، أحسنت صنعاً باستدعاء أبيك إلى هنا. ماذا؟ أتريدين عقد اجتماع لمحاكمتنا؟ يا ابنة عديم الفائدة، ما الخطأ في ضربك؟ هذه المدرسة أنا فتحتها، ماذا ستفعلين؟ اسمعي جيداً، سأمنحك فرصة. انتظري حتى يأتي أهلنا وبعدها قولي لهم أن هذه الجروح بسبب أنك سقطت، وشكواك سببها حقدك علينا لجمالنا وموهبتنا. أفهمتِ؟ أنتم من بدأتم أولاً بمضايقتي وإذلالي. أنا في الواقع لم أفعل أي خطأ. اصمتي. أما زلت تريدين الاستمرار في المدرسة؟ أمي رئيسة عائلة تميم، وبكلمة مني ستطردين فوراً. بالمناسبة، أيضاً ذلك الذي يعمل في البناء يحمل الإسمنت. حالما أصدر الأمر هو فوراً سيخسر عمله. حتى التسول في الشارع لطلب الطعام لن يجدي نفعاً. أو ربما إذا تعرض في الموقع لمصيبة صغيرة ستصبحين يتيمة. لا تشكي، فأنا وقوة عائلتي تميم وسالم قادر على جعل أبيك يختفي مثل كسر هذا القلم بكل سهولة. أنتم بإمكانكم فعل أي شيء بي، لكن لا تؤذوا أبي فهو مجرد عامل بناء بسيط. إذن أتعرفين ما عليك فعله لاحقاً؟ أنا لدي 100 طريقة لإهانتكما حتى الإذلال أيها الكلاب.
أريد أن أعرف من تنمر على ابنتي. أمي، أخيرا وصلت. ابنتك تعرضت للتنمر الشديد في المدرسة. أمي، أنت لا تعرفين أنا لم أفعل شيئا، وهي اتهمتنا بالتنمر عليها. أنت من أذيت وحيد وزهرة؟ اخضعي واعتذري الآن. صفاء تميم وسيدة عائلة سالم، حضرتما سيدتي؟ أتأمران ابنتي بالخضوع؟ من الأفضل أن تفهما أن أطفالكما هم من تنمروا على ابنتي، والآن تحاولان إلقاء اللوم على ابنتي؟ كيف تجرؤ؟ هل تعرفوا من نحن؟ هذه السيدة هي رئيسة عائلة تميم، وأنا سيدة عائلة سالم، إحدى العائلات الأربع العريقة في مقاطعة الشرق. الآن هل عرفت ماذا تمثل مكانتنا؟ لا أهتم بمن تكونون، الحقيقة واضحة الآن أمام الجميع، أنتم من يجب أن تعتذروا. جيد جدا. المعلمة حنان، من أين أتى هذا الجاهل؟ كيف يتجرأ بتحدي العائلات الأربع؟ يبدو أنه مل من الحياة. سيدة عائلة سالم، لا تغضبا من فضلكما. والد تسنيم جميل، مجرد عامل بناء يحمل الإسمنت، ليس مثقفا وليس لديه معرفة، فهو لا يعرف مكانتكما، فهو جاهل. بسرعة تقدم بالاعتذار له. العائلات الأربعة جاهل في نظركم؟ امتلاك السلطة والمال تعني التصرف كما تشاءون. صحيح، امتلاك الغنى والسلطة تعني فعل أي شيء. في هذا المجتمع القواعد قاسية جدا، مثل ابنتك الوضيعة. إن لم تنحني وتلعق أحذيتنا فلن تستطيع العيش، ناهيك عن النجاح. حسن، جيد جدا. هذه هي طريقتكم، طريقة عائلتي سالم وتميم في التعامل. الحماية والتسامح معناهم تحريف الحقائق والتجاهل الكامل لحقيقة تنمركم على ابنتي. في هذا العالم القوة هي الحقيقة. أنصحك أن تفكر جيدا قبل الكلام، فإن عواقب معاداتنا لا يمكنك تحملها. أبي، لا يهم، أنا بخير. تسنيم، لا تخافي، الصحيح صحيح والخطأ خطأ. طالما أنا هنا لن أسمح أبدا بأن تتألمي. أهذا صواب أم خطأ؟ دعوها توضح بنفسها هذا كل ما في الأمر. تسنيم، قولي الآن ماذا حدث اليوم وأخبري الجميع به. ها؟ أبي، لقد كذبت عليك. هذه الجروح صنعتها بنفسي عندما سقطت على الدرج. ماذا؟ بسبب غيرتي من وحيد سالم وزهرة تميم، ولهذا حاولت تشويه سمعتهم. كل هذا خطأي. ها؟ تسنيم، هل هددوك؟ ها؟ أخبري أبيك. ها؟ كل هذا بسبب غيرتي وحقدي. أنا من حاولت تشويه سمعتهم. تسنيم، لماذا تكذبين؟ ها؟ هذا واضح، هم من تنمروا عليك. لماذا أنت تحميهم؟ ها؟ الابن يشبه أباه، والفأر يلد فأرا. كما الأب يكون، تكون الابنة. مثلكم أيها الغارقون في الانحطاط الذين يعيشون في القاع. رائحتكم كريهة وقلوبكم قذرة، بينما زهرتنا طيبة ومطيعة. تسنيم، إذا قمت بالانحناء والاعتذار فسوف نغفر لك. أنتم من يجب أن يعتذر. أنتم. حشرة مثلك تتجرأ على تحدي العائلات الأربع؟ أعطيك 5 ثوان لتنحني لنا، وإلا فغضبنا أخشى أنك لن تستطيع تحمله. جربوا إذن ولنرى من لن يتحمل. بما أنك تصر على العناد فليبدأوا. اقطعوا أطرافه أولاً. لا تؤذوا أبي، سأنحني. تسنيم. تسنيم، تسنيم. تسنيم. كان عليك فعل هذا منذ البداية بدلاً من إضاعة وقتنا. هيا لنذهب. أبي، لا يمكننا مواجهة عائلتهم. لا تغضب. تسنيم، أنا آسف يا ابنتي. أبي، أنا بخير. لنذهب، لنعود للبيت. سأطبخ لك السمك الذي تحبه. حسناً، كنت أريد أن أعيش حياة هادئة مع ابنتي، حياة عادية، ولكن الآن بما أنهم تجرؤوا واستغلوا سلطتهم فلن ألوم إلا نفسي إذا رديت بالمثل. سعادة الحاكم، سيدي،
مكالمة لكم. لقد قلت إنني في منطقة الشمال حتى انتهاء مهمتي. حتى لو كان المتصل هو الرئيس نفسه لن أرد. هل عقلك أكله كلب؟ كلا، إنه الرقم الوحيد في قائمة الهاتف الخاص به. هذا الهاتف الخاص منذ 12 سنة ظل صامتا ولم يرن أبدا. هل من الممكن أن يكون قد عاد؟ بكر عدنان، لدي مهمة لك. سيدي رئيس المعبد، هل هذا أنت حقا؟ أي أمر لك وسأنفذه حتى لو كلفني حياتي. لن أتردد عن فعله. خلال ساعة واحدة في المدرسة الدولية، كل من تنمر على تسنيم أريد اسمه. لا تترك أحدا. ابنة رئيس المعبد تعرضت للتنمر في المدرسة. إن لم نتعامل مع هذا فمقاطعة الشرق ستتحول رأسا على عقب. هيئوا الطائرة الآن. خلال نصف ساعة يجب أن أصل للمقاطعة. كلام تلك الفتاة اليوم، هل علمتها إياه؟ أمي، ماذا تقصدين؟ أتظنين أنني لا أعرف ماذا تفعلين؟ عادة أتغاضى عن أفعالك، لكن اليوم هي مأدبة العائلات الأربع. لا تسببي لي أي مشاكل. حسناً، فهمت. هذه المأدبة اليوم تبدو احتفالاً، لكنها في الحقيقة لاستقبال السيد الغول. إذا حصلنا على دعم الغول فالعائلات الأربع ليس فقط مقاطعة الشرق، بل 7 مقاطعات ستكون تحت سيطرتنا. لكن المشكلة الآن أن السيد الغول يبدو أن هديتنا لم ترضيه، وهذا قد يؤثر على تعاون المستقبلي. السيد الغول في اليابان هو من كبار الشخصيات. بالنسبة له الأشياء العادية لا تستحق الاهتمام أبداً. يقال أنه يحب الفتيات الحلوات اليافعات. تسنيم، ما هو رأيكم في قوامها؟ جيدة. في الحقيقة شكلها ومظهرها البريء في الحقيقة يجذب كبار السن. جيد، سنعطي الغول هدية المقابلة تلك الفتاة. عمتي صفاء، سمعت أن الفتيات اللواتي مسهن الغول ينتهن بشكل مروع. إنها حقيرة وحسب، موتها لا يهم. إن مهدت لنا طريقاً فهذا شرف لها، وأبوها عامل البناء. عندما يحين الوقت سنتخلص منه أيضاً ويحل الأمر. بانتظار مأدبة العائلات. إن لم ننجح بهذا لن تكون هناك طريقة. فأنا صفاء تميم كبيرة العائلة لن أكون جديرة بمنصبي. أمي، دعينا نحن نختطفها، أنا ووحيد. سأخبر حالاً زوجي ورؤساء العائلتين الأخريين، هم بالفعل في طريقهم. حسناً، بهذه الهدية السيد الغول سوف يساعدنا لبلوغ القمة. لطالما شعرت أن الفتاة التي أنقذناها اليوم لديها ألفة غريبة. مظهرها يشبه رئيس المعبد حقاً، وأبوها أيضاً عامل بناء. مصادفة غريبة. هل من الممكن أن تكون تسنيم حقاً؟ أنا سمر سعيد بنت أخي الوحيدة تعرضت للتنمر من هؤلاء الوحوش. احضري لي قائمة بكل المتنمرين الذين أذوها. لن أغفر لأحد منهم. حسناً. تحية لرئيس المعبد. ما نتيجة التحقيق؟ وجدناهم، لكن ماذا؟ عليك الاستعداد لصدمة قوية. الآنسة كانت خلال عام كامل تتعرض للتنمر. هؤلاء المتنمرون حاصروها وشتموها، ومع مرور الوقت الإهانة اللفظية لم تعد كافية لهؤلاء المتنمرون ولنفوسهم المريضة، فبدأوا بالاعتداء بأيديهم. الحني، هل ستنحنين أم لا؟ لا تتحركي، كل حركة سأعطيك عليها 10 صفعات. تسنيم، تتجرئين على المقاومة؟ أذيقوها العذاب. هذا ما عانته تسنيم في المدرسة. الآن تسنيم تحملت قسوة التنمر المدرسي هذا. لماذا لم تخبرني؟ العائلة وسلطتهم قوية جدا. هي غاضبة لكنها صامتة، لطالما أخفت هذه المعاناة في قلبها خشية أن تسبب لك المشاكل. كل هذه السنوات
ظننت أن العيش متخفيا بهدوء هو أفضل حماية لتسنيم، لكن اتضح أنني كنت أؤذيها. اطمئن يا سيدي، نحن في مكتب الحاكم سنحقق في الأمر، ومن تجرأ على الآنسة مصيره الموت. إن مس أحدا شعرة من رأس تسنيم سيدفع الثمن 1000 ضعف. اليوم لحسن الحظ لدينا سمك طازج، سأطبخه بالصلصة الحمراء، أبي سيحبه. سمر، ما الذي أتى بك؟ كيف لا آتي؟ ابنتك تعرضت للتنمر والخطف وتسألني لماذا جئت؟ ماذا؟ خطف؟ ماذا تقصدين بهذا الكلام؟ قبل قليل حراس معبد الشمس اكتشفوا أنها أثناء شراء الطعام في الطريق إلى المنزل اختطفت بقوة تم سحبها إلى السيارة، والذين اختطفوها هم نفس المتنمرين الذين كانوا يؤذوها. أخبريني بسرعة، أين اختطفت؟ قوات معبد الشمس الخاصة تتبعوها بالأقمار الصناعية وسيجدونها قريبا. أما أنت، هل هذه هي الحياة الهادئة التي تحدثت عنها؟ هل هذا ما كنت تقول أنه لحماية ابنتك؟ هل تعرف حقا ما مرت به؟ أنا قبل ساعة فقط تم حبسها خارج المدرسة وعاملوها كحيوان أليف، يعذبونها ويسخرون منها بعد أن أنقذتها. أول ما فكرت فيه أن لا تسبب مشاكل لأبيها، بل أنها كانت أكثر اهتماماً من جروحها بالهدية التي اشترتها لك. هل تعرف حقاً في المدرسة كيف كانت تقضي أياماً مظلمة؟ هل تفهم حقاً ذلك؟ يا أستاذي، افتح عينيك جيداً وانظر بحق. لو كانت زوجتك تعلم بما حدث لابنتها الحبيبة تحت حمايتك لكان حزنها لا يوصف. اختطفوا تسنيم إلى حفلة العائلات الأربع التجاري. لا أعرف ماذا يريد أن يفعلوا بتسنيم، لكن إنها ليست دعوة ودية. ادعوا السيارة لنذهب إلى الحفل الآن. إذا أصاب تسنيم أدنى أذى سيدفعون الثمن دما. لقد حان الوقت بعد 12 سنة أن يعود الرعب إلى قلوب الأعداء. نرحب بعودة رئيس المعبد. نرحب بعودة رئيس المعبد. العودة اليوم ستجعل الأعداء يدفعون بدمائهم. يا سيدة عائلة سالم، اليوم نحن العائلات الأربعة سنرحب هنا بالسيد الغول، لكن حتى الآن لم نجد الهدية المناسبة. هذا أمر محير. لا تقلق، الهدية جاهزة، وأعدك أنها سترضي السيد الغول. أحضروها الآن. يا عميل البناء الحقير، هذا حفل العائلات الأربع، ليس لمثلك مكان هنا. اخرج الآن. أعيد ابنتي. تبا لك، هل لا تسمع؟ اقتلوه الآن. هذه هي الهدية التي أعددتها للغول. ما رأيكم جميعاً بها؟ السيد الغول يحب الفتيات الصغار، هذه حقيقة لا مجال فيها. هذه الهدية ستنال إعجابه بالتأكيد. لكن هل هذه الطريقة ستسبب استياء حاكم المقاطعة الشرقية بكر عدنان؟ لا تقلقوا، هو الآن في منطقة الشمال، وهذه الفترة هو لن يعود. كما أننا تحالفنا مع خصم بكر اللدود، عربوا المقاطعة الشرقية شريف الحكيم وعصابته التنين الأسود، وحتى عائلاتنا الأربعة يجب أن تحترمهم لقوتهم الساحقة. بوجود عصابة التنين الأسود، ونضيف أيضا السيد الغول، فبكر عدنان ليس بشيء إلا إذا عاد رئيس معبد الشمس بنفسه، وإلا ففي المقاطعات السبع لا أحد يستطيع مواجهة عائلاتنا.
أخي لا نستطيع هزمه. سنقاتل حتى لو هزمنا. هاجموا! زهرة، خذيها للأسفل لانتظار الغول. عندما يصل يجب أن تتعلم الخدمة على ركبتيه. لا تقلقي أمي، سأهتم بالأمر. بوجود مثل هذه الهدية المميزة اليوم نستطيع أن نكسب رضا السيد الغول. بالطبع. اليوم نحن العائلات الأربعة سنفتتح المؤتمر. سنكون سوياً. نصنع مجداً جديداً. للمجد. ماذا؟ أعيد ابنتي الآن، وإلا فإن عائلات الشرق الأربع ومجدها الزائف سيتحول إلى مقابر. أيها العامل الحقير، تتجرأ على دخول حفلتنا؟ أتبحث عن الموت؟ جئت اليوم لغرض واحد، وهو أخذ ابنتي بسلام إلى البيت. أنتم إذا لم تعيدوا إلي ابنتي سالمة فأنتم سيكون مصيركم مثل هؤلاء. أيها الوضيع، كلامك كبير جدا. عائلات الشرق الأربع تحكم منذ سنوات، لا أحد يتحدانا. أصبت الكثير منا، تهديداتك فارغة. هل مللت الحياة؟ العامل يبحث عن مشكلة، ماذا نفعل الآن؟ لا تعكروا صف الحفل. أخرجوه، قطعوه، أغرقوه. انظرك، ابنتك ليست هنا. فوراً اخرج من هنا، وإلا ستدفع الثمن. أليست هنا؟ يبدو أن عائلات الشرق لا تتعظ حتى بالكارثة. لا تريد الاحترام؟ أتطلب الموت؟ مهلا أيها السادة، عائلة رمزي تحل محلكم وتتعامل مع هذا النذل. مجرد عامل وضيع يتحدى النخبة. حقا جاهل بالموت. تزعمون أنها ليست هنا يا مجموعة من المنافقون والكاذبون. هذه هي نخبتكم المزيفة. للمرة الأخيرة، أين ابنتي؟ أين؟ ابحث عنها في الجحيم. احضروه، موتك مؤكد اليوم. اكسروا أطرافه. هل تعرفين الخدمة على الركبتين؟ انحني. ألا تنحنين؟ ها؟ نعم، هكذا تماما. انتظري قريبا وستخدمين بهذه الطريقة. هل فهمتي؟ وحيد، ألا تعتقد أن نقدمها لذلك الياباني؟ هو مؤسف للغاية. ماذا تقصدين؟ الغول وحشي يحب القتل، وألعابه تنتهي بالتقطيع. هذه الفتاة لم نستمتع بها بعد، وسيأخذها منا. أليس ذلك مزعجاً؟ بالطبع مزعج، لكن ماذا أفعل؟ إذا استولينا عليها أولاً فسيلعب الياباني بما تبقى منها. تخيل كم ستشعر أنت بالانتصار. ها؟ سأنهي حياتك. أين ابنتي؟ تكلم. توقف الآن، وإلا سأجعلك تموت ولا تدفن. أحذرك، عرب المقاطعة شريف الحكيم قادم. إذا تجرأت على القتل في حفلتنا فسيمزقك إربا إربا. شريف الحكيم، الآن خفت. أطلق سراحه الآن. من يكون ذلك؟ إذا رفضت الكلام فلن تتكلم أبدا. ماذا؟ ما كل هذه الجلب؟ أخيراً وصلت يا سيد شريف. هذا العامل الوضيع اللعين تعمد إفساد حفل عائلاتنا الأربعة، وهدد حياة رئيس عائلة رمزي، وتجرأ على القول أنك لا شيء، وهو لا يضعك أنت وعصابة التنين الأسود محل احترام.
التنين الأسود هي أقوى عصابة في المقاطعة، تسيطر منذ سنوات وتهيمن على كل العصابات، والسيد شريف نفسه لا يقهر وذو مكانة عالية. لا يمكن لهذا الوضيع أن يهينه. يا وضيع، لديك جرأة كبيرة. أتتحدى التنين الأسود؟ هل جننت؟ افتح عينيك وانظر جيدا. جئت اليوم فقط لأخذ ابنتي، بينما هم يضغطون علي بقوتهم. فمن منا على حق؟ أنت تعرف الحقيقة بوضوح. وقح! هل ما زال لسانك قوي؟ اليوم كل نبلاء مقاطعة الشرق هنا موجودين. يبدو أنك مخطئ. أن تحرج العائلات الأربع يدل على بعض المهارة، لكن مهارتك أمامي لا تسوى شيئا. يا محارب التنين الأسود، استعدت للقتل. تحركوا. اخرجوا. اللعنة، هذا العامل كان يخفي قوته. حصل. جيد. لم أتوقع أن لديك بعض المهارة تجعلك تهزم مقاتل التنين الأسود، لكن هذه نهايتك. التنين والنمر موجودين. التنين السماوي والنمر الأرضي هو مقاتلي شرف حكيم الأقوى وقوتهما قاهرة. يقال بأن التنين الأسود عاد بفضل هؤلاء المقاتلين. ألا تعلم؟ هما من المحاربين السابقين لمعبد الشمس. في ساحات المعركة كانا أسطوريين. هكذا فهمت. إذن اليوم هذا الحقير مصيره الموت. معبد الشمس؟ الآن أنت خائف. فات الأوان. سيدي شريف، عائلة تميم تقترح أخذ هذا الجاهل عديم الفائدة وتقطيعه إربا إربا. عائلة سالم تريد سلخ جلده. عائلة خالد ستحرق عظامه. عائلة رمزي ستقتله بلا رحمة. على الفور. على الفور. أيها الصغير، حياتك الآن أصبحت ملكا لي. تريدون قتلي؟ لستم مؤهلين. تطلبون الموت. تتجرؤون في منطقتي على القتل. لديكم جرأة كبيرة حقا. أليس من المفترض أن يكون في الشمال؟ كيف جاء إلى هنا؟ كيف عاد؟ أيها الحاكم، نحن في منتصف الحفل. هذا الشخص أتى ليعكر صفونا. لم يكن لدينا خيار آخر سوى التصرف للقضاء على الشرور. الشرور؟ أنا أرى أنكم أنتم الشر الحقيقي. بكر عدنان، ماذا تقصد بهذا؟ سيدي، تم تتبع الآنسة وتم أخذها إلى قاعة الاحتفال هنا، لكنهم هدفهم من اختطافها غير معروف بعد. هل لم أرى جيداً؟ الحاكم يقوم أمام هذا العامل بالانحناء. هل يمكن أن يكون لديه هوية خفية مهمة؟ أعطيهم آخر فرصة لإعادة ابنتي. بكر عدنان، وف عن التظاهر بمنصبك. عامل بناء ليس مهما. إذا تريد مهاجمتنا قلها مباشرة، لا تسترها خلفه. أنت حقا مثل العائلات الأربع بنفس الغباء، لا تعرف قيمة من تحديته. هذا مضحك. في هذه المقاطعة لا أعجز عن مواجهة أي أحد، حتى محاربي معبد الشمس يجب أن يحترمونني. لا أستطيع هزم هذا؟ كيف؟ هل هو رئيس معبد الشمس أم ماذا؟ رئيس معبد الشمس أسطورة لا تهزم رغم اختفائه لسنين، لكن مجده باق، وهذا النذل الحقير يتجرأ على الادعاء. بكر عدنان، أنا اليوم أعلن بكل وضوح أن التنين السماوي والنمر الأرضي هنا. حتى لو جاء أي أحد فلن يصمد. انتهى صبري. ماذا تريدون؟ هكذا تماما. سأنشر ذلك لاحقا على منصة المدرسة ليرى الجميع حينها كيف أن عذراءهم في الحقيقة هي قديرة. وحيد، هل أنت رجل أم لا؟ هذه الفتاة الضعيفة لا تستطيع السيطرة عليها وتدعي أنك زعيم المدرسة. أتظن أني لا أجرؤ على ضربك؟ أرجوك. بصوت أعلى.
لا تضربها بقسوة. لا أريد تسليمها وهي ثالثة. تسنيم؟ تسنيم، هل أنت هناك؟ افعلها، هيا بسرعة. توقفوا، ماذا تفعلون؟ كنت أتساءل من أين يأتي هذا النباح. اتضح أنه أنت أيها العجوز. لا تقلق، فائدتك سوف تستمتع قليلا. تسنيم، تسنيم! لا! يا أختاه، احصلي على مصدر إشارة الهاتف. أحاول التتبع الآن. وجدتها، إنها في غرفة الاستقبال خلف القاعة. ما زلت تقاومين؟ ها؟ أقول لك لن تهربي أبدا من بين أيدينا. ماذا تفعل؟ أتريد المرور؟ عليك أن تسأل أولا هل قبضتي توافق أم لا؟ مم. مم. آه. آه. مم. آه. مم. أتجرؤ على إيذاء أخي؟ أتريد الموت؟ محارب التنين السماوي والنمر الأرضي هزموا بضربة واحدة. ما هذا؟ الوحش الذي أمامنا. تتجرأ على الدخول؟ أتريد الموت؟ أحذرك، أنا أريد عائلة. أبي. تسنيم! أبي، تسنيم! يجب أن تنجو. لا أريدك أن تموت. تسنيم! المحاربان القادمان من معبد الشمس هدما بهذه السهولة؟ زهرة لا تزال بالداخل. ما الذي يحدث؟ كنا مخطئين يا سيد شريف. قوته تفوق التصور. أخي، إذا كنت لم أخطئ الذاكرة، الضربة التي استخدمها الآن هي تقنية معبد الشمس السرية، درع السماء الحامي. ماذا؟ تلك التقنية الأسطورية. على مدى قرون لم يتمكن من إتقانها سوى شخص واحد. ستكونين بخير، ستكونين بخير. سيدي، إصابة الآنسة خطيرة. زهرة، أنت بخير؟ بني، أنت بخير؟ أمي، هذا الوغد قام بمهاجمتنا. يجب قتله. انتقموا لنا. هي تحتاج لعلاج فوري. سأرتب ذلك الآن. وهم الإنقاذ أولا. لا يمكننا السماح لهم بأخذ تسنيم، وإلا سنخسر دعم السيد الغول، وعائلاتنا الأربع ستتحمل إهانة لم يسبق لها مثيل. لكن كل مقاتلينا قد هزموا، حتى التنين السماوي والنمر الأرضي. من يمكنه إيقافه الآن؟ صحيح، المشكلة أننا لا نستطيع الصمود. حسب معلوماتي، التابعون للغول المحاربون النينجا الثلاثة أقوى بكثير من التنين والنمر. بالتأكيد سيقتلونه. بسرعة، اتصلوا بهم الآن. سيدي، اخرج. بكر عدنان، أخبرني، ما هي هويته؟ ماذا؟ الآن تشعر بالخوف؟ كف عن الثرثرة واجب. إنه رئيس معبد الشمس. إنه هو بالفعل. أنت. لقد كنت أعمى.
من يتجرأ على لمس هدية السيد غول؟ أتريد الموت؟ هؤلاء هم المحاربون النينجا الثلاثة من مدرسة السيف. كيف جاءوا إلى هنا؟ إنها الهدية التي أحضرتها العائلات الأربع لتحية السيد الغول، رغم أنها متسخة بعض الشيء لكنها جميلة. ماذا قلت؟ أيها السادة الثلاثة، لقد وصلتم أخيراً. هؤلاء الأشخاص أفسدوا حفلنا المعد للسيد الغول خصيصاً، ويحاولون سرقة الهدية المعدة للسيد الغول. كم هم أشرار! يا وقت، كيف تجرؤوا على لمس أشياء أسيادك؟ أنتم تجرأتم على تقديم ابنتي لليابانيين كهدية ترحيب. صحيح، ابنتك هي هدية منا نحن العائلات الأربع لسيد مدرسة السيف لتكون هدية التحية. أنتم أيها العائلات الأربع تتعاونون مع شعب اليابان ومدرسة السيف؟ انتبه لكلماتك، هذا تعاون ودي. صفاء تميم، لم تخبريني أن القوة الدولية من شعب اليابان. شريف الحكيم، شعب اليابان اليوم قوة معروفة في العالم، وسيدة قوى العالم، والسيد الغول أيضاً من عظماء العصر. الآن اختيار التعاون معهم أصبح أذكى خيار. الغول قوته غامضة وهائلة، يقمع معبد الشمس على الحدود، والآن يغزو السوق داخل مملكتنا، ويبدو أنه شيء غير جيد. لقد سمعت أيضا الغول له ميول خاصة. الفتيات المرسلات إلى منزله دائما ما يكن مصيرهن مروع. لو تأخرنا قليلا أخشى أن الآنسة. يا لك من جريئة، تتجرئين على بيع البشر وتخوني البلاد. كل ما قلته ما فائدته، عدم التصرف يعني الضعف. سوف يكون مصيرك أكثر مأساوية من الجميع. يا شريف الحكيم، إذا أنت اخترت الانضمام إلى السيد الغول ستعيش حياة فاخرة. رغم أنني من عالم الظلال وأعمالي تحمل الكثير من الأسرار، لكن عالم الظل له قواعده. تريد مني أن أتعاون مع قراصنة اليابان؟ هذا مستحيل. جيد، أنا معجب بشدة بالشجعان من أبناء دار العز. إذن انتظرني لأرسلك إلى الجحيم عند أجدادك. نحن داخل أراضي دار العز، لا نسمح بوقاحتك هنا. أوغات أيها الحمقى، حتى نائبة رئيس معبد الشمس الغبية هزمت على يد رجال السيد الغول. أنتم كيف تقاومون؟ صفاء تميم، إنه يحتكر دار العز بهذا الشكل. أما أنتم أيها العائلات الأربع ما زلتم تتذللون لهم لطلب التعاون. العظماء لا يهتمون بالتفاصيل، التاريخ يكتبه المنتصرون دائما. كل هذا الكلام ما فائدته. كفاكم ثرثرة، لديكم دقيقتان لتسليمها، أفهمتم؟ أعطيك 10 ثوان لتختفي، وإلا إن تأخر علاج ابنتي سأقدم رؤوسكم قربانا لها. 10 ثوان؟ كم هذا سخيف! أتظن أن قتل رجلين من المعبد يجعلك أقوى محارب بالعالم؟ المحاربون النينجا الثلاثة بحركة إصبع واحدة يمكنهم سحق نملة مثلك. خلال 3 ثوان سلموا أغراض الغول وأعطوها لنا، وإلا سأجعلكم تموتوا بلا دفع. صبري له حدود، ابتعدوا. سيدي، دعني أفتح لك الطريق. سيدي، كنت مخدوعا من قبلهم، والآن أريد أن أكفر عن ذنبي. يا رجال مكتب الحاكم، اتبعوني لقتل العدو. عصابة التنين الأسود، اقتلوهم! الحاكم والعراء لم يتمكنوا من صد ضربة. أنتم كلكم نفايات. سأقولها مجددا، ابتعد عن طريقي. ماذا قلت؟ وقاحة! أنت أيها العامل الحقير تجرؤ على رفع صوتك على السيد قاهر وتصرخ أيضا؟ أتريد الموت؟ مدرسة السيف قوة النينجا الثلاثة لا يمكنك مواجهتهم. نزل، موتك قريب بني، أمك حالا ستنتقم لك. سأحولهم إلى قطع صغيرة، ثم أمام عينيه أقتل تسليم. يا فتى، سأعطيك فرصة. عندما يمل السيد الغول من تلك الفتاة ستصبح ملكك. ولا نقتلها ببساطة، لنستمتع بها تماما.
تطلب الموت. بني، خذوا هذه. شكرا لإنقاذنا سيدي. الآن وبأقصى سرعة انقلوا تسنيم للمستشفى. سأستخدم حالا أسرع مروحية بأمر من مكتب الحاكم. حسنا، أصدر أمر التنين الأسود، جهزوا أفضل رعاية طبية ليفسح الجميع الطريق للآنسة. حسنا. اذهبا أنتما أولا، سألحق بكم. انتقامي لابنتي سيكون كاملا. تعالوا أمسكوه. في محاكمة اليوم لن ينجو أحدا منكم. ممتع، أنت أكثر شخص شجاع بينهم، وأيضا ستكون الأسرع موتا. أن تجعلنا نحن النينجا الكبار نتحرك للتعامل معك بمثل قديم: موتك سيكون مستحقا. للقضاء عليكم 3 ضربات تكفي. هؤلاء الثلاثة الكبار من مدرسة السيف هزموا بهذه السهولة. هذا الشخص هزمهم واحدا تلو الآخر، التنين والنمر والنينجا. هل هو حقا عامل بسيط؟ الآن حان دوركم. أيها الوغد، هزمت النينجا 3 وماذا في ذلك؟ لن تخضعنا. لا قيمة للقتال، العالم يعتمد على النفوذ، ومن يحمي ظهرك؟ بالضبط، نحن العائلات الأربع في مقاطعة الشرق، نحن الأقوياء، نستطيع قطع سبل عيشه بكلمة واحدة. تقطيع سبل عيشي؟ لستم مؤهلين. حتى لو صمت أمام هجومنا، هل تصمد أمام قوة مدرسة السيف؟ السيد الغول لا يتردد أبدا في قتل كل من يتحداه. أنصحك بالتراجع والاعتراف بذنبك، وإلا عندما يصل الغول ستموت حتما. الذي سيموت هو أنتم. شريف الحكيم، ما الذي أعمى بصيرتك؟ أما زلت تدعمه؟ هل تعلم أن مدرسة السيف كم هي قوية؟ عصابتك لا تستطيع مقاومتها. يا صفاء تميم، لا أعرف وأشعر بالشفقة أم بالاحتقار لعائلتكم. حتى الآن أشعر بأنكم لم تكتشفوا بعد هو من يكون العامل الريفي الذي تتحدثون عنه. هو في الواقع رئيس معبد الشمس الذي لا يقهر. هذا الكلام هل فهمتوه؟ هل تعني أنه كان أول بطل قتالي في دار العز؟ الأقوى في العالم رئيس معبد الشمس؟ لا يمكن أن يكون. رئيس معبد الشمس مجرد شخص عادي يمكنك التشكيك فيه هكذا. صفاء تميم، أنت كمن يرفع الحجر ليصدم قدمه. مجموعة حمقى. ألم تفكروا؟ إذا لم يكن ذلك الشخص من الأساطير، فمن يستطيع أن يسيطر على عائلاتكم الأربع ومهاجمة عصابة التنين الأسود؟ من يستطيع هزيمة الثلاثة الكبار؟ هذا لا ينبغي. لا تعرفون التنين الحقيقي رغم أنكم تمتلكون أعينا. اليوم أنتم حتما كل ما فعلتموه ستدفعون ثمنه. انحنوا أمامي. هذه قوة رئيس معبد الشمس، القوة المقدسة. لقد أزعجنا النوع هذا من الأقوياء في ذروته. اليوم باسم معبد الشمس لإزالة الأذى عن الشعب، بل أيضا باسم الآباء أحكم عليكم. ابنك وأيضا ابنتك. أهنتم ابنتي بكل الطرق. كانت المساواة أولا، ثم سكبت القذارة على ابنتي. تجاهلت الحقائق بدون تمييز أو تفريق. هذه أول جريمة لكم. نحن
أما أنتم لا تحترمون القوانين، قساة وأشرار. جعلتم ابنتي كأنها حيوان تقومون ببيعها. هذه ثاني جريمة لكم. أرجوك استمع إلي. هذه ثالث جريمة: الخيانة والتعاون مع العدو، إلحاق الأذى بمصالح البلاد. 3 جرائم تتراكم. أنتم موتكم ليس بالأمر المحزن. 3 تهم كلها صحيحة. ماذا أيضا يمكنكم قوله؟ سيدي رئيس المعبد، الحاكم بكر، نحن لقد ضللنا. هذا الاحتفال التجاري هو قامت عائلة تميم وعائلة سالم بتنظيمه، وتعاونوا مع سيد الغول، كان من تنظيمهم أيضا. نعم استمع إلى تفسيرنا. حسناً يا عائلة رمزي وخالد، عندما قمتم بالتخطيط في البداية لم تشاركوا أقل منا، والآن تتظاهرون بالأخلاق، ها؟ رئيسة عائلة تميم، الآن يا رئيس المعبد، شريف الحكيم وبكر عدنان الحاكم هنا الآن في هذا الوضع. نحن لا نريد أن نعامل كخونة، أليس كذلك؟ إنهم حقاً مجموعة من الحمقى. قال إنه رئيس معبد الشمس. هل هو حقاً رئيس معبد الشمس؟ أخبرتك، مهما حاولت التظاهر لن تستطيع إخفاء أنك مجرد عامل ريفي. إذن ماذا عن كل ما حدث للتو؟ كيف تفسر ذلك؟ ذلك كان فقط أفعال شريف الحكيم وبكر عدنان وأساليبهم الدنيئة. أخبرتك هو مجرد قطعة شطرنج. لقد قلت لك، شخص يعمل في الموقع فقير، كيف له أن يتحول ليصبح صاحب أعلى سلطة؟ هناك من وراء هذا، شخص ما قد رتبه. صفاء تميم، على الأقل أنت رئيسة عائلة تميم، كيف يمكنك أن تكوني بهذه السذاجة؟ لا تظنوا أنكم ستخدعونني بمجرد جلب عامل ريفي. أخبركم، هذا مستحيل. يا ابنة اللعينة، كيف لك أن... لا حاجة للمزيد من الشرح، لقد قلت الدين الدموي يجب أن يسدد بالدم. اليوم حتى لو جاء من لن يستطيع إنقاذكم. يمكنني إعطاءكم طريقين، يمكنكم الاختيار بأنفسكم. الطريق الأول، أنتم مثل ما ضربتم ابنتي، اضربوا بعضكم البعض لكن بشكل مضاعف. الطريق الثاني، قطعوا أوتار أيديهم وأوتار أرجلهم، قطعوا كل شيء. أريد أن أجعلهم يعيشون حياة أسوأ من الموت. سأعطيكم فقط 10 ثوان للتفكير. إذا لم تتحركوا بعدها فالنتيجة ستكون على مسؤوليتكم. أمي، عائلة سالم أولا. ناصر سالم، لا تصدقه. واحد سالم لم يخطئ على الإطلاق. هو ليس هذا رئيس معبد الشمس. أمي، اخرسي. ماذا تفعل؟ افتحي عينيك جيدا، انظري جيدا. حتى لو كان رئيس معبد الشمس مؤقتا، هل تعتقدين أن يمكنني التعامل معه؟ هذا كله بسببك. في كل الأوقات لم تسيطري عليه، وأنت تدللينه كثيرا حتى أصبحت الأمور إلى هذا الحد. هل تريدون لعائلتنا أن نصبح معاقين؟ لا أريد. أبي، ماذا ستفعل؟ الغول قادم لينقذنا. لقد وصل وانتهى أمرنا. لا يا سيدي، لا. دولي، تحملي، والدك سيجد لك أفضل طبيب. لا سيدي الرئيس، هل هذا مناسب؟ لا، لماذا؟ ماذا تفعل؟ إذا لم يتم معالجته في الوقت المناسب سيصبح معاقا. أنت تعرف أيضا الجروح الخطيرة إذا لم تعالج ستؤدي إلى الإعاقة. أنت وحش بوجه إنسان. إذا حدث مكروه لابني لن أتركك. وحش؟ أي مكروه؟ شخص مثلك يستحق أن يقول هذا الكلام؟ عندما كان ابنك بجنون يؤذي ابنتي، ماذا كنتم تفعلون؟ أنتم لم توقفوه، بل تواطأتم وتعاونتم معا، بل وأرسلتم ابنتي كقربان.
أنتم بهذا الشكل وجوهكم مثيرة للاشمئزاز، ومع ذلك لديكم الجرأة أن تتهموا الآخرين بأنهم وحوش. أرى أنكم أدنى من الوحوش. لقد قلت: من يجرؤون على إيذاء ابنتي سأجعلهم يدفعون ثمنا باهظا، والآن إنها فقط البداية. أمي، ابنتي لا داعي للقلق، هو لا يجرؤ على إيذائك. أنا أعرف الآن أنك غاضب، ولكن كل شيء قابل للتفاوض. ما عرضه لك بكر عدنان وشريف الحكيم، العائلات الأربع تضاعف 3. ما رأيك؟ نحن مستعدون للاعتذار، وأي مبلغ تريده سنعطيك إياه. 10 مليارات، هل تكفي؟ كتعويضا واعتذارا. حسنا، إذا كنتم تريدون الاعتذار فلنبدأ بهذا. لا أمي، أنقذيني. لا تكن قاسياً إلى هذا الحد. لا تنسى، إن هذا الحفل اليوم هو لاستقبال السيد الغول. عندما يأتي لن يتركك. أتظن أن الاثنين يمكنهما حمايتك؟ صفاء تميم، كلام البشر لا تفهمينه. أغلق فمك، لن أصدق منه حرفاً. السيد الغول هو سيد مدرسة السيف، وهو أيضا قائد تريليونات اليابان. قتلت رجاله اليوم بدون وساطتنا لحل الأمر. بالطبع سيقوم بتمزيقك إربا. الغول هو مهزومي السابق. أنا أصلا لا أعتبره ندا. توقف عن التمثيل. صبري لن يدوم. 3 2 1. أنتم بالفعل لم يعد لكم خيار. لا أحد يجرؤ أمام الغول على إيذاء أحد. أيها الصغير، أنت متغطرس جدا. وصل السيد الغول، لقد نجونا. ما الذي حدث هنا؟ لما كل هذه الفوضى؟ سيد الغول، حاكم الشرق بكر عدنان وعراب المنطقة شريف الحكيم دبروا مؤامرة وجلبوا عامل بناء يعرف الفنون القتالية ليذلنا أمام الجميع، وقتلوا أيضا نينجاتك ال3، وصرح قائلا أن مدرسة السيف ليس شيئا يذكر. ماذا قلت؟ يا أحمق! أيها الشخص من دار العز، لديك جرأة كبيرة. قال إنه رئيس معبد الشمس، وإن ابنته هي الهدية المقدمة لك كترحيب. ماذا؟ رئيس معبد الشمس؟ عندما كان رئيسا يجتاح الحدود، وفي أفضل حالاته هزمه الغول بعد 12 عاما. عندما يرى الغول الرئيس مرة أخرى ستهتز أرجله من الخوف. هذا مؤكد. مجرد لصوص من اليابان. بوجود الرئيس سنقضي عليهم في دقائق. رئيس معبد الشمس مات منذ زمن بعيد تحت سيفي. ماذا؟ كفاك كذبا، الرئيس اختفى فقط. حقا؟ إذن انظر، ما هذا؟ هذا قناع الرعب. في الماضي عندما كان الرئيس كان يحمل هذا ويذبح الأعداء في المعارك، فكيف صار هنا؟ قبل 12 عاما في المعركة الأخيرة على الحدود، بيدي هذه قطعت رأس رئيس معبد الشمس لأمحو عاري، وتركت هذا القناع كذكرى. تقولون إنه رئيس المعبد، ألعله قام من الموت. لقد أخبرتكم، كيف يمكن أن يكون رئيس المعبد؟ هويتك المزيفة كشفت، يمكنك انتظار موتك. هذا غير صحيح. لو لم يكن الرئيس كيف اتصل بهاتف الصفري؟ أيها الغول، ما زلت كما كنت قبل 12 عاما، أغبى من أن يوصف. يبدو أن رغبتك في الموت شديدة. اليوم سأحقق لك ذلك. معبد الشمس الذي يحميه يحرس أرض دار العز. كيف نسمح لكم بأن تتهوروا أيها اليابانيون؟ إنها من تقف في قمة مجد دار العز. يبدو أن هؤلاء اليابانيين لن يتمادوا طويلا طالما هي هنا. نائبة رئيس معبد الشمس قد وصلت، كيف سنواجهها؟ لا تهتموا، نائبة الرئيس وماذا في ذلك؟ فهي ما زالت أمام الغول مهزومة. سمر سعيد على الحدود هزمتك مرة، ماذا؟ أترغبين اليوم بمذلة أخرى؟ أيها الغول، القي سلاحك ويمكنك أن تعيش، وإلا حينما يتدخل عماد دار العز لم يبقى لك قبر حتى. كفى هراء منك هنا وكلاما فارغا. إن معبد الشمس أثار كل هذه الضجة أليس فقط لمواجهة الغول؟ تضخمون أنفسكم.
أيها السيد الغول، إنهم مرة أخرى يتحدون هيبتك. أقترح إبادتهم. نعم أيها السيد، وجودهم خطر. على عكسنا، نحن نحوك مخلصين دوما. كما يقول مثل دار العز القديم: عائلات شرق الأربع. الحكيم من عرف زمانه. عندما أمتد لأقاليم الجنوب السبع، عائلتكما ستصيران ممثلتي مدرسة السيف. لكن الهدية التي أرسلتموها سرقت، وهذا أغضبني قليلا. أيها الغول، سنجد لك بديلة. هانا، أليست هذه أفضل؟ السيد الغول، إنها ابنتي. ما بك؟ لا تريدي؟ السيد الغول، كيف لا أريد؟ أنت مثلي الأعلى بالفعل، لكن لدي طلب صغير لك. هذا الشخص سأقطعه بيدي قطعة قطعة وأسلخ لحمه حتى الموت البطيء. لا مشكلة، سأقوم الآن بالتخلص منهم جميعا مرة واحدة، ثم سنذهب نحن الثلاثة للغرفة لنلعب ببطء. وقح يبحث عن الموت. في المعركة تركتك تعيشي، لكن بما أنك تصرين على الموت سأرسلك للجحيم لتقابلي رئيسا. هيا! لن تصل لمستوى المساس بها. هل أنت بخير يا زميلتي؟ بخير، شكرا لك أيها الأستاذ. ماذا عن تسنيم؟ كيف حالها؟ لا تقلقي، تسنيم في المستشفى الآن بالرغم من إصابتها الخطيرة، لكنني استخدمت طاقتي الداخلية لحماية قلبها. لا داعي للقلق. هذا جيد. يا أحمق، تجرؤ على مهاجمتي خلسة؟ وغد حقير. هجوم غادر؟ من أنت حتى أهاجمك خلسة؟ بما أنك متغطرس لهذه الدرجة سأجعلك اليوم تفهم جديا. هيبة مدرسة السيف لا تنتهك. مت إذن. لقد قلت أنت ضعيف جدا. اليوم كراهية الوطن وثأر العائلة، سأحاسبك عليها جميعا. لقد وصل الأمير جاسم. تصفية حسابات. من جراكم على إهانة ضيفنا؟ لم أتوقع حضورك يا أميري. الأمر هو أن هذا الياباني... اخرس! بأي حق تصف السيد غول؟ السيد الغول؟ نعم، السيد غول فخر اليابان، واليوم هو ضيف الشرف فتهينه. بكر عدنان، منصبك كحاكم أتريده؟ كنت أظن أن عائلات الشرق الأربع هي قمة الخزي، لكنك أيها الأمير أكثر وقاحة. هل تعرف حقا من أنا؟ لا أحد في المقاطعات يجرؤ على عصياني. أيها الأمير جاسم، جنود معبد الشمس يقاتلون بدمائهم ليدافعوا ضد اليابانيين، بينما أنت الآن تستقبله كضيف شرف. بهذا أنت تتحدى معبد الشمس بأكمله. أنا أمير المقاطعات ولدي مكافآت وسلطة. لا أهتم بمعبد الشمس بعد اختفاء الرئيس. أنتم أصبحتم ضعفاء، وحتى وقتها لم أخشى أحدا منكم. إذن أنا اليوم أصررت على إعدامه هنا. الخارج لدي مئات الآلاف من حرس القصر ويحيطون به. إن كنت شجاع فجرب. ماذا؟ مئات الآلاف من حرس الأمير؟ هذه أقوى قوة في مقاطعة الجنوب السبع. ما الذي يحدث؟ أيها الأمير جاسم، ما الذي تريده حقا؟ سمو الأمير، إنه فقط قام باتخاذ القرار الأصح. بالتحالف مع مدرستنا سنكون الأقوى. هذا هو المستقبل المشرق. مدرسة السيف قوية، طاقتها لا يمكنكم حتى تخيلها، وحينها لن أكون فقط سيد المقاطعات السبع. سأصل للعاصمة وأدخل الوزارة وأتولى الحكم. هذه خيانة عظيمة وتهديد للأمة. هراء وهراء! في زمن السلام لا تتحدث عن ماضيك. زمن السلام؟ ماذا؟ أخطأت بشيء؟ خطأ. هل تعرف السلام كيف جاء؟ إنه بدماء الأجداد وحياتهم الذين ضحوا. ليس لك أيها الأمير أن تستغله لمصالحك، ولا يكون مبرر لتعليق أقدام الأجانب. أنت اليوم
منصبك كأمير وصل إلى نهايته. لم أسمع خطأ، إنه يجرؤ على عزل الأمير جاسم. تريد عزلي؟ بالضبط. الغول هو سيد مدرسة السيف، كلب شرير من اليابان، قرر انتهاك حدود دار العز وذبح جنودنا وقتل أبناء شعبنا على يديه، ملطخة بدماء أبناء دار العز. مثل هذا الشخص لا يستحق أن يأتي لدار العز لتحقيق مصالحه، ويستحق أن يأخذ أموال شعبنا بين يديه طالما هو حي. جريمة إيذاء ابنتي، من سأحاسبه طالما هو حي؟ أرواح أبطالنا كيف سترتاح؟ أخبرني، أليس يستحق الموت؟ أنت يا أحمق بكلامك المعسول تكذب عليهم. أظن عقلك صادئا تماما. خيانة الوطن ونسيان الأصول وتجاهل الأخلاق طبيعة دنيئة. أظنك راكعا لدرجة أنك لا تستطيع الوقوف جيدا. لا أستطيع مزاراتك، لكن بسلطتي أسحقك، سأقهرك وأدوسك لتعلم أن هذا العالم يحتاج إلى قوة وسلطة وليس لكلماتك. أتتحداني بالسلطة؟ أنت الخبير الذي جاء، لست ضعيفا، لكن أريدك أن تعلم أن هذا العالم لا يعتمد على القوة بل على السلطة والمال. والآن سأمنحك فرصة أن تنضم للصفوف وتعمل تحت أمري. يمكنني حينها التوسط لك للسيد الغول ليعفو عنك. يعفو عني؟ بما أنك تتحدث بهذه الطريقة سأمنحك فرصة أيضا. انزل على ركبتيك الآن واقطع علاقتك معه، ثم انحني تقديرا لأرواح الشهداء. ربما فقط هكذا يمكنني منحك فرصة للتوبة لتعيش شيخوخة هادئة. ترفض الكرم وتختار العنف. صاحب السمو الأمير، لماذا نتودد إليه الآن؟ أيها الصغير، لقد كنت مهملا فاستطعت أن تخدعني، أما الآن سأفصل رأسك عن جسدك وأركنها كالكرة. ادخلوا. نحيي الأمير. اقتلوا الجميع الآن. الجنرالات الخمس أقوى مقاتلي قصر الأمير، كل واحد منهم فرد خارق. إذا اجتمعوا حتى لو كانت سمر سعيد حاضرة لن تقدر عليهم. سمو الأمير، الحرس قد تجمعوا بالكامل. بقطر 10 كيلومترات تم تطويق المكان بالكامل، حتى ذبابة لن تستطيع الهروب. جيد، ممتاز. بعد كل هذا لديك ما تقول؟ من أجل عدو قتل أبناء وطنك وتتجرأ على تحريك قواتك الخاصة وتطويق المكان؟ إذن ستقاوم. إذن سأحمي الشعب من شرك. أيها العامل، لا تناضل عبثا، لقد تجاوزت حدودك وأنا أوان نهايتك. اهجموا. سيدتي سمر، هل نتدخل؟ لا، لنشاهد المسرحية. أمر معبد الشمس المقدس هنا، فلنرى من يجرؤ. أمر مقدس من رئيس معبد الشمس، منحة الملك بنفسه، وقائد 1,000,000 محارب، الأعلى من الجميع. منذ تأسيس دار العز إنجازاته العظيمة جعلته الوحيد الحائز على هذا الشرف. إنه الرئيس حقا. الأمر المقدس قبل 12 سنة منحه الملك للرئيس. أنت هذا الأمر يمثل حضور الملك. ألا تزالون تتمردون؟ السيد الغول، ألم تقل قبل 12 عاما أن رئيس المعبد أنت قتلته على يديك؟ كيف ظهر هنا الآن؟ في ذلك الوقت أنا حقا قتلته بيدي، إنه مزيف. أيها الغول، افتحوا عينيك وانظر جيدا. هذه القوة، أنت حقا ذلك الرجل. الأمر المقدس هنا يمثل حضور الملك. ألا تزالون لم تنحنوا؟
أيها الأمير جاسم، سأسألك بحوزة الأمر المقدس، هل يمكنني الآن كرئيس لمعبد الشمس أن أؤينك؟ نعم. ثم أسألك أيضا، عند تفعيل الأمر قوات البحيرات والأنهار المتحالفة معا، هل يمكنها سحق حرسك البالغ عددهم 100,000؟ نعم. ثم أسألك أخيرا، بعد استعادة منصبي هل يمكنني معاقبة كل من أذى ابنتي بشكل حازم؟ يا سيدي، أنا السبب. أنا من كان السبب. أتأسف. صاحب السمو الأمير، نحن الآن في الموقف الأقوى، لماذا تستسلم؟ اخرسي يا أفعى، أغلقي فمك. هل تعرفي هذا الأمر كشعلة للحرب ونفير للقتال؟ كل نخبة في الأرض ستأتي هنا الآن، والقصر بين عشية وضحاها سيدمر كليا. هذا كيف يمكن هذا؟ سيدي، أرجوك سامحني، أرجوك لا تبدأ الحرب. قررت قطع علاقتي بهم، ومن الآن سأطيع وأنفذ. ماذا قلت؟ لقد تجاهلت العدالة وتعجرفت وحاولت الخيانة. كل هذه الجرائم تتجاوز بشدة حدود القانون. شخص مثلك يستحق الإعدام بطريقة وحشية، ولك جرأة على التوسل. سيدي، أنا نادم حقا، ليس خطأي. إنه الياباني اللعين هو من خدعني، أنا أيضا ضحية. أرجوك اعفو عني. أعفو عنك؟ إن عفوت عني سأقدم الهدايا. ألا تسمع البكاء؟ بكاء؟ لا. أسمعهم يقولون لا تعفو عنه. ماذا؟ يمكنني تعويضهم بأي مبلغ، لكن هذه البكاءات لا أسمعها. بماذا ستعوض؟ هؤلاء هم الأجداد الذين ضحوا بدمائهم لحماية الوطن. بماذا ستعوضهم؟ وبأي حق تعوض؟ سبب أنك لا تسمع هو أن قلبك أسود ويديك ملطختان بالدماء والخطيئة. عندما تواطأت مع الغول بالفعل كنت قد حكمت على نفسك، والقانون سيرسلك إلى حيث تستحق. احذر يا أستاذ. استسلم وتراجع ببطء. أوقفتني بزاوية لكي أهجم. أنت بنفسك من دمرت مستقبلك، وأنت من وضع نفسه على طريق الهلاك. إذن فلتمت. الآن حان وقت الحساب بيننا. الأمير المتغطرس لقد لقى حتفه بسهولة. أنت لا يمكنك قتلي، وإلا فإن مدرسة السيف لن تتركك. أيها الغول، قبل 12 عاما هزمتك ورأيت ندمك الصادق، فتركتك تعيش وحذرتك مرارا في حياتك كلها أن لا تطأ قدمك أرض دار العز، لكني لم أتوقع أن تكون بهذه الحماقة فتجرؤ على انتهاك أرض دار العز وتتجرأ على التحدي والتدخل في تجارتنا. أيها النسل الحقير، من أعطاك الجرأة؟ لماذا لم تمت؟ هذه السنة لقد قتلته. في ذلك الوقت كنت أتظاهر بالموت، فمثلك في الحقيقة ليس ندا لي. سيدي الرئيس، اسمح لنا نحن الجنرالات الخمسة باستعادة شرفنا والتخلص من هذا اللص. رئيس المعبد، أتظن حقا أنني لا أملك طريقة لهزيمتك؟ اليوم سأجعلك تعرف الطريقة اليابانية السرية ذو الألف عام. ماذا؟ الأمر خطير، قوته تزداد بسرعة. أستاذي، لا تقلقي، سأرى بنفسي ما هي حيلته الجديدة. هذه الطاقة الرائعة رفعت مستواي لمستوى جديد. يا رئيس المعبد، لن تستطيع هزيمتي بعد الآن. حقا؟ موت.
اثبت. ماذا يحدث؟ انكسر. لماذا؟ قوتي واضح جدا، أقوى بكثير مما كانت عليه، فلماذا لا أستطيع هزيمتك؟ تريد معرفة السبب؟ سأخبرك بالإجابة. أتريد أن تعرف لماذا؟ سأخبرك بالإجابة. أيها الغول أيها الغول، لم أتوقع بأنك بكل ما لديك من مكر ستكون بهذا الغباء وتحاول المستحيل. أنت ماذا تقصدين؟ الحقيقة هي خلال سنوات اعتزال أستاذي اكتمل وعيه الروحي وقد اخترق حدود الكمال، لكن أنت الطريق الذي تسعى إليه. كان أستاذي بالنسبة له خطوة بسيطة يتجاوزها بسهولة. الآن فهمت؟ في الأصل طوال هذه السنوات كنت أسعى للهروب من هزيمتي. ظننت أن هزيمته ستحررني من قيدي، لكن لم أتوقع. خسرت مرة أخرى. لا أستطيع تقبل هذا. السيد الغول! صفاء تميم، هل لديك ما تقولينه؟ سيدي، نرجو الرحمة. أمي، استسلمي، ربما تكون لدينا فرصة للنجاة. سيدي الرئيس، لم نكن نعلم مدى علو شأنك. اعفو عنا من فضلك. كل هذا خطئي، لم يكن علي الإساءة لتسنيم. جرائمكم ضد تسنيم لا تحصى. أتظنون أن اعتذاراً يمحي كل شيء؟ ماذا تريد إذن؟ بكر عدنان. نعم سيدي. أصدر بياناً يعلن عن حوادث التنمر في جميع أنحاء المقاطعة وكشف جرائم هذين الاثنين للجميع. حسناً سيدي. شريف الحكيم. نعم سيدي. بالنسبة للعائلات الأربع جميع جرائمهم في المدارس خلال السنوات الماضية الخاصة بالتنمر، قم بالتحقيق فيها واجمعها بالتفصيل، بالإضافة إلى جمع عائلات كل الضحايا. سأضمن لهم الحصول على العدالة. مهنتي مضمونة. زميلتي. نعم. أصدري أوامري. معبد الشمس وتابعيه من اليوم فصاعدا يقاطع عائلات الشرق الأربع إلى الأبد بدون أي تساهل. لقد انتهينا. ميراث عائلة خالد الذي دام 100 عام ضاع على يدي. أنا آسف لكل أجداد عائلة خالد. أنا السيد رمزي، كنت حذرا طوال الوقت، لكني لم أتوقع أنني اليوم أرتكب هذا الخطأ الفادح. أعترف بهزيمتي. يا له من عقاب. أنا ناصر سالم، كيف تزوجت بمثل هذه النحس وأنت في ذلك الوقت؟ ناصر، لا تفعل هذا. كيف ما زلت حيا؟ أين حظي؟ أيها سيدي الرئيس، أتوسل إليك. أنا أريد أن أخدمك طوال حياتي. أرجوك لا تقتلني. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ صفاء تميم، ألست خبيرة في قراءة المشاعر؟ فكيف فشلت في قراءة هذا الموقف؟ لا. عندما استخدمتم نفوذكم لتغطية جرائم أبنائكم كان عليكم أن تتوقعوا هذا اليوم. لم أتوقع أنني صفاء التي هي بنت عائلة تميم أن تكون النهاية بهذا المصير. زهرة، تعالي إلى هنا، لدي ما أقوله لك. أمي، بدلاً من موتنا الاثنين الأفضل أن ابنتك تعيش. في هذا اليوم من كل عام سأزور قبرك. كيف أنني أنجبت هذا؟ إنها أبشع من الوحوش. أنا أبشع من الوحوش؟ انظري إلى نفسك أولاً، مستبدة قاسية بلا مشاعر. أنا ابنتك. لا، أنا مجرد أداة لتحصيل مكاسبك فقط. من اليوم فصاعدا لن أكون تحت سيطرتك أبداً. ارحمي.
ارحلي بسلام. أنت يا لها من قسوة، أنت مناسبة تماما للعالم السفلي. تبدو قاسية، لكنها في الحقيقة تسير نحو دمارها. سيدي الرئيس، هذه المرأة شريرة. تقديم تسنيم كهدية كانت خطتها. اليوم قتلت أقرب الناس لي. أتمنى من الرئيس أن يسامحني. هل يعتقد الرئيس أن ما فعلته كافي أم لا؟ لقد فهمت. سيدي الرئيس، انتظر قليلا من فضلك. ماذا ستفعلين؟ لا تقتربي مني. لا 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 يمكنك قتلي. لا يمكنك قتلي. أتظنين أن هذا سيمنعني من قتلك؟ سيدي، كل من آذى تسنيم قد ماتوا الآن. وحيد سالم، أيها الوغد. زهرة تميم، نحن من نفس النوع. لا تحلمي باستخدام رؤوسنا للترقي. أنا بالفعل لقد نفذت ما وعدت به. عليك الوفاء بوعدك. انقذني. ماذا وعدتك؟ السكين من اختيارك، والقتل كان قرارك. كل هذا كان من اختيارك أنت خسيسة. أنت خسيسة. أيها الأستاذ، جميع من آذوا تسنيم قد لقوا مصيرهم. المستشفى أبلغت أخبار أن حالة تسنيم مستقرة بالفعل ولا خطر على حياتها. هذا جيد، سأذهب إليها الآن. قوتك التي تزداد لا فائدة منها. زوجتك قتلت غدرا وأنت لا تعرف، وتظن أنها ماتت بمرض. هذا وراءه مؤامرة الكبرى، لكن للأسف أنت لن تعرفها للأبد. أخبرني الآن بسرعة، وإلا فأنا غدا سأغزو شبه جزيرتك اليابانية وأحول مدرسة السيف كوم من التراب، وأحفادك كلهم سأقتلهم. لا يمكنك فعل هذا. إذن أخبرني بسرعة، كيف ماتت زوجتي؟ ما هي الحقيقة؟ زوجتك لقد قتلت. لدي قطعة من اليشم كانت بحوزتها. القاتل الحقيقي. من هو؟ القاتل هو أرسل فريقا للتحقيق عن القطع المتبقية من هذا اليشم. نعم يا سيدي. أطلق سراحي، دعني أذهب. تسنيم، هل أنت بخير؟ انهضي. هل تعرف ما هذا المكان؟ جناح العناية المركزة الفاخر. أيها المتسول الحقير، هذا الجناح محجوز للسيد خيري. ها؟ السيد خيري، يا له من شخص عظيم. ابنتي دخلت الغرفة بالفعل ثم أخرجتموها. أسألك أيها العجوز، هل أنت غير راض؟ سأريك اليوم معنى القوة الحقيقية. هجوم. أبي. انتظرنا، سأعود. لنذهب. تسنيم، هل أنت بخير؟ سأساعدك للدخول يا صغيرتي. تعالي، لا تقلقي. أبي، ربما يجب أن أنتقل إلى غرفة عادية. يا طفلتي، لا تقلقي، نحن من جئنا أولا. هذا الأمر باختصار، من جاء أولا يبقى. أنا أبيك، لا أبحث عن المشاكل، لكني لا أخاف منها أبدا. من تجرأ على إثارة المشاكل؟ سيد خيري، هذا الشخص ضرب رجالنا وقال: من أنت حتى تقول أن هذه الغرفة تريد خروجه منها؟ ماذا قول؟ سيد خيري، أعرف هذه الفتاة. هذه في فصلنا، مشهورة بأنها فقيرة.
وهذا أبوها عامل بناء. أقول لكما أنتما الاثنان، هل أنتم تستطيعون منافسة السيد خيري على شيء؟ تسنيم، ألم تكفيك ضربات زهرة ووحيد؟ أنت أيضا من الذين آذوا ابنتي، هل هذا صحيح؟ وماذا في ذلك؟ مثلها لا يستحق أن يكون في مدرستنا. إن وجودها يجردنا من كراماتنا، فإن لم أفرغ غضبي فيها أفرغه في من إذن. كفى، ليس لدي وقت. هيا من أجل رجالي انحنوا واعتذروا وأخرجوا. أرى من يجب أن يغادر هو أنتم. أبي، استريحي هنا. إذا خفت ضعي يديك على أذنيك. استريحي الآن. أتختار العقاب إذن؟ يا رفاق، اقتلوا هذا الغبي. لا بأس يا تسنيم، لقد قال أبيك كل من أذاك لن ينجو أحدا منهم. أحذرك، أنا ابن أخ شريف الحكيم. شريف الحكيم هو ذلك الرجل العنيد الذي يرهبه الجميع، عراب المنطقة. إن رأيته ستصاب بالرعب. أنصحك أن تنحني وتعتذر. من الأفضل أن تجعلني في مزاج جيد، وإلا سأقتلك. حسنا، سأعطيك 3 دقائق لتجلب لي إياه، وإلا تحمل العواقب. أبي، شريف الحكيم هو عراب المناطق الشرقية بلا منازع. عائلتنا يجب ألا تغضبه. لا تقلقي، ثقي بأبيك. بقي 20 ثانية. بقي 20 ثانية. أجل، أنت من جلبته لنفسك. ألو يا عمي، أين أنت؟ في المستشفى. هناك أحمق يشتمك ويقول سأقتلك. حسنا، رأيت الآن؟ سيأتي شريف الحكيم وسترى. في الحقيقة ابنتك الصغيرة جميلة جدا. إذا دعني ألعب معها البينج بونج. لم أجرب هذا من قبل. أنا في مزاج جيد وسأحرركم. يا خيري، لا تصرخي، وحينها ستشاركيني. يبدو أنك تحب هذا المكان. بالطبع، ماذا في ذلك؟ هل فكرت ماليا؟ نعم، فكرت جيدا. أنت شخص فقير، ولكن لديك بصيرة. إنها مجرد ابنة ولدت، عليك استغلالها لتصبح غني. أليس كذلك؟ يا خيري، هي موافقة. أظنك أخطأت الفهم. لقد قلت للتو أنك تحب هذه الغرفة. سأجعلك تبقى هنا للأبد. ماذا؟ ماذا فعلت؟ لقد استخدمت طاقتي الداخلية لتحطيم عظام ساقيك. بهذه الطريقة ألن تتمكنوا من البقاء هنا للأبد؟ يا أبله، لن أسامحك. لا أريد أن أصبح معاقة. أبي، أنت ما هذه القوة؟ لا شيء. من تنمروا عليك سأعطيهم عقابا بسيطا. من يتجرأ على إيذاء ابن أخي؟ خيري، ما الذي حدث لك؟ عمي، انصفني. لقد استولى على غرفتي واستخدم الأساليب الخسيسة وكسر قدمي. حسنا، أريد أن أرى من هذا الجريء الذي تجرأ بهذا الشكل. هذا هو يا عمي، فلتقطعه إربا لأهدئ غيظي. الأمر ليس كذلك. هو من استولى على غرفتي أولا. والدي غاضب ففعل ما فعل. نرجو منك أن تتفهم. أنت رئيس المعبد لا يريد كشف هويته أمام ابنته.
اخرسي أيتها الحقيرة. سأقتل أباك اليوم وأستمتع بقتله. أنت يا عديم الحياء، من علمك هذا الكلام؟ عمي، لماذا؟ أضربك لأنك جاهل ولا تعلم معنى الأدب. رجل كبير يتنازع مع طفلة على غرفة، ألديك حياء؟ تستحق كسر ساقيك. احذروا، من اليوم يطرد خيري من عصابة التنين الأسود ومقاطعته تماما. من يستضيفه سيكون بذلك عدوا لنا. خذوه. عمي، لا تمزح معي. عمي، لا يا عمي، سامحني يا عمي، يا عمي. يا سيدتي، أني أيتها الفتاة لا تقلقي. أنا شريف الحكيم رغم عملي في الظلام، لكنني عادل. ما حدث خطأوه بالكامل. اطمئني، ليس عليك ذنب. وأيضا هذه الغرفة ستكون مجانية بالكامل. استريحي هنا بهدوء. أنا مرتبكة قليلا. أعتقد أن شريف الحكيم سيقدم تعويضا بالتأكيد. صحيح. نعم، تعويض. هذه البطاقة فيها 5 ملايين. يمكنك في أي وقت شراء ما تحتاجيه ووجبات خفيفة. 5 ملايين للوجبات؟ لا يمكنني قبول هذا. لا، يجب أن تقبليها. إن لم تقبليها سأكون في ورطة. يكفي، اذهب الآن. لا تؤثر على استراحة ابنتي. حسنا، سأذهب فورا. شكرا. أبي، ذلك شريف الحكيم المعروف بأنه قاس بلا رحمة، فكيف اليوم عندما رآنا تغير تماما؟ ربما استيقظ ضميره. لا، عندما جاء كان غاضبا، لكن تصرفاته منذ أن رآنا سويا بدأ في التغيير. بناء على ذلك أبي، عندما رآك تغيرت تصرفاته. أبي، هل يمكن أنك تملك قوة خفية؟ هل يمكن أنك أنت أغنى رجل؟ أم أنك الأسطورة رئيس معبد الشمس؟ هيا أخبرني، قل لي بسرعة، أخبرني. حسنا، أنا... أنتم الأب وابنته مشغولان باللعب. يا أختي الكبيرة، أنت كيف أتيتِ؟ يا تسنيم، هي زميلة أبيك. من الآن فصاعدا نادها بالعمة سمر. يا أستاذ، هذا اللقب فجأة جعلني من أخت إلى عمة. يا أختي، إذن علاقتك بأبي وثيقة؟ إذن يا أختي، هل تزوجتِ؟ أبي عازب منذ وقت طويل، ألا تجدين له زوجة بسرعة؟ يا سخيفة، ماذا تقولين؟ يا تسنيم، أنا وأبوك لدينا أمور نناقشها، فلتستريحي قليلا. هناك أخبار عن القطعة المكسورة. ما التفاصيل؟ بعد وفاة زوجة الأستاذ، تلك القطعة وقعت في يد قوة غامضة وقسمت ل3. القطعة الأولى مع الغول، أما الثانية فقد وجدت آثارها. خلال يومين ستعرض في مزاد خيري. القوة الغامضة، المزاد الخيري. هل وجدت حامل القطعة؟ هذه القطعة المكسورة يبدو أنها بالمصادفة وصلت لمنظمين المزاد. حسب معلوماتي، أكبر مجموعة مالية في المقاطعات ال7، رئيس مجموعة الثراء وحيد سالم، يريد هذه القطعة بكل تأكيد. وحيد سالم، عندما كانت وفاء تخوض المعارك كان من بينهم. لماذا هو يريد الحصول على هذه القطعة؟ يا زميلتي، رتب الأمر. هذا اليشمو يجب أن نحصل عليه. حسناً، لا مشكلة. لكن يا أستاذ، البحث عن الحقيقة مهم، ولكن لا يجب أن تبقى في الماضي ولا تخرج منه، صحيح أم لا؟ فالإنسان يجب أن يتقدم ويرى المستقبل. إذن ما قالته تسنيم، ما رأيك به؟ ماذا قالت؟ أن تجد زوجة. بالمناسبة أنا أيضاً عزباء الآن.
هذا صحيح، سأشتري فواكه. لا تذهب. يا زميلتي، ماذا تفعلين؟ قبل 10 سنوات لأني كنت صغيرة لا أفهم فقدتك. الآن لا أريد أن أخفي مشاعري مجددا. أنت تعرف أكثر من أي أحد أنني أحببتك منذ الصغر. يا زميلتي، الآن ليس الوقت المناسب لهذا الكلام. لماذا ليس مناسبا؟ أنا من أجلك بقيت من دون زواج. ألا يمكنك من أجلي أن تفعل شيئا؟ لننتظر بعد المزاد ثم نتحدث. سأذهب لأشتري الفواكه. يا له من أحمق. تسنيم؟ يا أختي سمر، لم أتوقع أن مشاعرك تجاه أبي بهذه القوة. حسناً، هكذا من اليوم سأساعدك للوصول لأبي. إذن لا أستطيع الرفض. تظلي ممسكة بهاتفك وتضحكي بغباء. هذا ليس من شأنك. أبحث عن رجل آخر للتحدث إليه. أنت لا تكترث لي، لذلك أتحدث مع الآخرين. الآخرون الذين تقصدينهم هم ابنتي تسنيم. ذكي سالم وصل. القطعة الأولى هي إناء الكنوز. السعر المبدئي 10 ملايين. 30 مليون. 80 مليون. مليار. السيد سالم هو أغنى رجل في المقاطعة السبع. إنه ثري حقا. الحاضرون جميعا، من يستطيع منافسته؟ لنشاهد فقط. 500 مليون. مليار. 6 مليارات. آخر قطعة في المزاد هي قطعة يشم غامضة، يقال أنها تحوي قوة خفية، وهي أيضا جوهرة اليوم. السعر المبدئي 1 مليار. 6 مليارات. 10 مليارات. واو، من هذا الشاب؟ يجرؤ على منافسة السيد ذكي سالم. كيف يمكنه منافسة ثروته؟ بغض النظر عن المال، قوة السيد ذكي سالم ليست هينة. أيها شاب، لتواجه مصيرك. اسحب بطاقتك وسأتغاضى عن ما حدث. هل يمنع العامة بينما يسمح للخاصة بالمزايدة؟ ضع سعرك وسأرفع بطاقتي. لا تعارض بينهما. 100 مليار هي سعري. إذن تطلب العقاب. أنا سيد المقاطعات، لا أحد يتحداني. هذا الشخص من يكون؟ يبدو فقيرا. كيف لديه 100 مليار؟ أرى أنه يتظاهر بالثراء. نعم، أخرجوه بسرعة. سيدي، قوانين المزاد تطلب مطابقة السعر للأصول. كل القطع في المزاد تتطلب تأمين المبلغ. 100 مليار فقط. هل تستحق كل هذا الجهد؟ حسناً، 500 مليار. ما رأيك؟ 500 مليار. هل ستزيد أم لا؟ أتجرؤ على منافستي؟ يا أستاذ، معبد الشمس رغم أنه ليس مجموعة مالية، لكن من حيث القوة لا يقل عن أكبر التكتلات المالية. زايد بثقة. في الأصل هذه القطعة كانت ملك زوجتي. لماذا ندفع المال؟ أتقصد؟ لا عجب فيك. 500 مليار أولاً، 500 ثانياً، 500 ثالثاً. تم البيع. مبروك مبروك مبروك. ها ماذا تريد؟ أعطني القطعة. حسناً، جرأتكم كبيرة. أتوقفوني؟ إذن سأرسلكم إلى أعماق الجحيم. هاجموهم. هذا عدم فائدة. هذه القطعة كانت ملك زوجتي. أعطها لي وأخبرني
لماذا تريدها؟ زوجتك وفاء؟ زوجتك وفاء؟ يا لها من صدفة. لقد قسمت القطعة لثلاثة. سأعطيك فرصة. أين القطعة الأخيرة؟ أنا والغول قد نعفو عنك. أنت تحلم. إذا فلتموتي. أنا والغول سنحصل على القطعة الأخيرة ونفتح هذا الكنز اللعين. موتي. طوال هذه السنين كنت أبحث عنك. لم أتوقع أن يمكنك الاختباء، لكن رائع، ظهرت بنفسك. سهلت علي. موت زوجتي لك علاقة به؟ ليس مهم. الأهم أنني مع القطعة الأخيرة. عندما يأتي الغول سأفتح أنا الكنز، وحينها سأعمل أنا والغول على غزو البلاد. ما قلت أنها القطعة الأخيرة، هل تكون هذه؟ هذه القطعة لابد أن تكون مع الغول. كيف حصلت عليها؟ لقد مات الغول. إن استمررت في المقاومة فمصيرك سيكون مثله. لا ترهبني بكلامك. بغض النظر كيف سرقت هذه القطعة، فأنت انتهيت اليوم يا توأم. هيا. هذه الطاقة غريبة، تشبه طاقة مدرسة السيف. التوأم المظلم قتلوا كل أعدائي في هذه السنين. قوتهم لا تقهر. تجرؤون على مواجهتي أنا، إذا سترون. أجناس الأقاليم ال9 سأقضي عليهم جميعا. هذه الحثالات لا تستحق العيش. يا أستاذ، حركاتهم غريبة، كن حذراً. ماذا؟ أنت؟ من أنت؟ كيف لك بهذه القوة؟ قالت توأمي في مرة أن الرئيس فقط من سيهزمهم. هذا صحيح، أنا ذلك الذي تتحدث عنه، رئيس معبد الشمس. زوج وفاء، الرئيس بنفسه. ما حدث قديما افصح عنه الآن، وإلا في هذه الحالة ستموت موتا شنيعا. حاضر حاضر، سأخبرك كل شيء. وفاء من عائلة سرية، أي جزء منها يحمل سر. عندما جمع ال3 قطع يمكن فتحه. أقدم كنز في البلاد، لذلك فعلنا ما فعلناه. عائلة سرية، كنز السماوات. لماذا وفاء لم تخبرني؟ يا أستاذ، أنت أيضاً في ذلك الوقت أخفيت هويتك عنها. يمكن أنها أرادت أن تعيش معك حياة بسيطة، لم ترد أن تورطك في هذه المشاكل. قل بسرعة، من كان وراءك؟ كانت تلك المنظمة. لقد هرب. أصدري أوامري بجمع 800,000 مقاتل من المعبد، ولنذهب إلى العاصمة. هذه المرة سأكتشف القاتل الحقيقي. حسناً،